عمي ابو دياب، في إلي عند منك طلب. انت ما بتطلب عبود، انت بتأمر امر. تفضل الشاي. الله يسلم ايديك. انت شو رايك فيني؟ ولو لك عبود، هي بدها سؤال. كرامه للنبي مختار، جاوبني على قد سؤالي. انت شو رايك فيه؟ عليم الله انت زينة رجال الشام، وانا بحياتي ما شفت لا بمراجلك ولا بزقرتيتك. الله محيي اصلك مختار. مشان هيك انا جاي لعندك، بدي اطلب منك طلب، وبتمنى ما تردني خايب. انت بتأمر عبود، قل لي شو بدك. انا بدي اطلب ايد المستوره بنتك على سنه الله ورسوله. شوف مختار، انا بعرف انه وضعي ما بيسمح لي اني اخطب واتجوز، بس انا زلمه مربى منيح، ما تعودت غير ادخل بيوت من ابوابها. وانا بصراحه عيني وقعت على المستوره بنتك، وصرت افكر فيها ليل نهار. مشان ما يكون هذا التفكير حرام، جيت لعند منك وعم بخطبها رسمي. ليك مختار، انا بعرف وبرجع بقول لك، انا لا خرجي جواز ولا خطبه، وخصوصي انه انا بعيد عن اهلي وعن حارتي ومحكوم اعدام. لا تكمل عبود. يا عليم الله لو فتلت الدنيا كلها ما رح لاقي لبنتي رجال مثلك. يعني موافق مختار؟ انا موافق، بس لا اخذ رأي البنت وبكره برد لك خبر. ايه شو عليه مختار، حق وواجب. مش كان المستورة وافقت ان شاء الله، هلا منخليها خطبة، بس تبين الحقايق نحكي بجواز. اتكل على رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله يا ربي، واخيرا خطبني.